أهلا بيكم. في الحلقة اللي فاتت شرحنا الحديث النفسي الداخلي عبارة عن إيه وإزاي تأثيره على حياتنا ممكن يكون بشكل إيجابي أو سلبي. وفي حلقة النهاردة هنفهم بشكل أعمق إزاي الحديث النفسي الداخلي بيتكون جوانا، فكونوا معنا. زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت إن الحديث النفسي الداخلي هو حوار بين طرفين. الطرف الأول هو نفس الإنسان، بتكون ممثلة في أفكاره وإرادته اللي بتشكل قراراته وسلوكه، والطرف الثاني هو روح الإنسان ممثلة في قناعاته ومشاعره وضعفه. وأقوى عاملين موجودين في الطرفين دول هم أفكار الإنسان وقناعاته، وفي الحقيقة هم وجهين لعملة واحدة، لأن أفكار الإنسان هي الأفكار اللي الإنسان بيتبناها بشكل واعي، أما قناعات الإنسان هي المعتقدات أو الأفكار اللي الإنسان بيتبناها بشكل غير واعي، وهي دي الجزء الغامض في المعادلة واللي بيحتاج مساعدة من كوتش علشان يقدر الإنسان يكتشفها ويدركها على مستوى واعي. طب إزاي القناعات دي بتتكون جوانا وإحنا مش مدركين وجودها؟ القناعات دي بتتكون جوانا أثناء تكويننا النفسي في سن مبكرة من خلال الأفكار اللي بنتلقنها من القائمين على تربيتنا وتوجيهنا، والتلقين ده بيتم إما بشكل مباشر عن طريق التوجيهات اللفظية اللي بنسمعها من القائمين على تربيتنا، أو بشكل غير مباشر عن طريق المواقف اللي بنعيشها والقدوة اللي بنشوفها في سلوك الأشخاص اللي بنحبهم. واضح جدا من كلامنا إن الحديث السلبي الداخلي بيكون مصدره كلمات سلبية وأفكار سلبية تلقناها من أشخاص بنثق في رأيهم وصدقناها من مواقف عشناها لحد ما أصبحت قناعات بتشكل هويتنا في نظر نفسنا. على سبيل المثال، لما طفل في بداية حياته الدراسية ما يحققش النتائج اللي أهله كانوا متوقعين إن هو يحققها، ويبدأ القائمين على تربيته يوصفوه بإنه فاشل، بيفضل الفكرة أو الكلمة دي تتكرر جواه في كل موقف يحقق فيه نتائج أقل من اللي كان متوقع إنه يحققها. ومع تكرار المواقف بيفضل القناعة دي ترسخ جواه حتى لما يكبر في السن ويبدأ يشكل هويته عن نفسه، تبقى دي صورته عن نفسه، فيبدأ يتعامل مع نفسه على إنه فاشل، وده يخليه يتراجع عن إنه يتحمل مسؤولية في شغله أو في حياته العملية أو في حياته الاجتماعية حتى، لأنه في نظر نفسه فاشل. في الحالة دي مهم جدا إن الإنسان ده يدرك إن الفكرة اللي تلقنها عن نفسه هي اللي مشكلة نظرته لنفسه وهويته بالصورة دي، وده شيء سهل جدا يتغير بمجرد ما نغير الفكرة دي عن نفسنا. لو اكتشفت إن صورتك الذهنية عن نفسك سلبية بسبب أفكار سلبية تلقنتها من الآخرين عن نفسك، تقدر تتواصل معايا عشان نعيد صياغة الأفكار دي لأفكار إيجابية تدعم صورتك الذهنية عن نفسك. تقدر تتواصل معايا عن طريق رسائل صفحتنا على الفيسبوك أو منصة اسأل أو تطبيق الدكتور. أخيرا، كونوا دائما معافين. أشكركم.